السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا جماعة، رمضان كريم. عدنا والعود أحمد. يا جماعة أنا بسمع الناس بيقولوا الحرب دي حرب كيزان. الحرب ده ما حرب كرامة، حرب كيزان. طيب المرتزقة والدعم السريع لما الحرب دي بدأت على أساس تغيير نظام الكيزان أو نظام الظلم بنظام شنو خيري متكامل متكافئ. الجماعة ديل بدأ الحرب، حربهم ضد الكيزان، ما حرب ضد الظلم. الحرب دي بدت ضد الكيزان على أساس هم دولة 56. شنو يعني دولة 56؟ انت تجي الليلة تقول لي يا اخي الحرب دي يا جماعة ما حرب كرامة، دي حرب كيزان. متى كلمة الكرامة دي طلعت 200؟ الكرامة دي يعني شرف. الكرامة دي بقصد بها يا جماعة شرف الإنسان، الشرف. الناس دي لما بدأوا الحرب وبدأت الثورة والناس انقلبوا على الكيزان وخدوا الغادة في السجون، كان الناس مرتاحة على أساس في تغيير غائم. للأسف التغيير الغائم بدأ بتمكين، نجتز التمكين القديم، نضع تمكين جديد على أساس قحط والدعم السريع. طيب جاء انقلاب اكتوبر شراكة بين الدعم السريع او نقول القوات العسكرية بما فيها الدعم السريع. بعد ذاك جاء انقلاب 15 ابريل 2023. ده هو الطامة الكبرى. لما جاء الانقلاب ده ما في حيسموها كان حرب كرامة، ما في ابدا، ما في حرب كرامة. ده ما كان موجود ابدا، وما كان الناس اطلقوا عليه حرب كرامة. كان الحرب ده بين الجيش والدعم السريع. الدعم السريع عايز يفرض سيطرته، والجيش عايز يسترد حكمه. للأسف الدعم السريع ارتكبوا مجازر واغتصبوا بنات، ولليوم بالأمس الناس انتشلوا جثث من داخل السبيك تانك بتاعت الجالوس، الحمامات يعني البير تقريبا معناه يقل عن 13 جثة بتاعت بنات توفوا بتعذيب، رموهم في السبيك تانك. جات الثورة او جاء الحرب الان بعد تقدم الجيش، لقوا يا جماعة في رائحة، مش الجماعة دي النكت، لقوا البنات ديل 13 جثة كلهم نساء. تعني انت يا يوتيوبر يا ثقافي يا مثقف بتقول لي الحرب دي حرب كيزان ما حرب كرامة. نزل سموها كرامة. ليش سموها كرامة؟ يعني رد الشرف. عايزين يردوا اعتبارهم هم كشعب سوداني، كشعب بحفظ عرض الناس، بغض النظر ان السابق الجيش اغتصب، الجيش قتل في الجنوب، في دارفور، ده كله احنا عارفينه يا جماعة، ما في داعي نذكره. احنا نذكر الحال الان، الحاصل شنو الان. 2023 ابريل بدأت الابادة، بيسموها الحرب ضد الكيزان. لكن للأسف انحرفت الى حرب 56 1956، يعني بعد الاستغلال، بعد ما السودان استغلها
منو كان الحاكمين الدولة دي؟ حسب الاعتقاد الناس بيقولوا جلابة. انت يا جلابي الان تجي تقول لي الجيش الان ما بحارب حرب كرامة، ده بيحارب حرب كيزان. الكيزان ده ما بحاربوا الجنجويد، الكيزان ده ما بحاربوا الدعم السريع عشان يمسكوا الحكومة، لا. الان الكيزان بما فيهم جلة الشعب السوداني بيحاربوا الدعم السريع المرتزقة الجنجويد برد الاعتبار، رد النفس، على اساس انا سوداني عايش في السودان، انا سوداني عايش بوطنيتي، انا سوداني اعيش بشرفي. انت جيت قلت لي ده تجيب الديمقراطية، اغتصبت اخواتي، اغتصبت بناتي، اغتصبت اسرتي، جيراني، اخواني، اصدقائي، زملائي في الشغل ماتوا بحجة على اساس انهم منتميين لايه؟ للكيزان. طيب انت جاي تقول لي 56، انت مولود 1974، اكبر واحد في الدعم السريع مما بدأت الحرب دي، اكبر واحد في الدعم السريع اللي هم عارفينهم من القبائل الجات نزعت او جاها النفير من غرب افريقيا، ما في واحد تلقاه مولود سنة 1950. كلهم موالد ايش يا جماعة؟ موالد السبعينات. انت جاي مولود سنة 70 جاي تحارب لي دولة 56؟ شين عرفك بدولة 56؟ على كل حال المفهوم اللي انا عايز اوصله للناس، موضوع ده ما حرب كرامة، الكلام ده غلط. فعلا دي حرب كرامة. الكرامة هي شنو؟ حماية الشرف. الكرامة هي شنو؟ انا كإنسان داير ارد شرفي، داير ارد موضوعي على اساس انا انسان وطني عايش في السودان، سوداني عايش في السودان. لما تجيني مرتزقة تقول لي انت دولة 56 ما تحكم البلد. طيب يا حبيبي انت يا دعم يا سري يا مرتزقة يا جنجويدي، سنة 1818 انت وين؟ سنة 1300 انت وين؟ وريني بس متى بدأ دخول العرب الى السودان؟ متى بدأ دخول العرب الى السودان؟ وهل الناس الان في دولة 56 ديل اغلبهم عرب ولا نوبة؟ اغلبهم عرب ولا نوبة؟ ناس دولة 56 ديل مش هم اغلبهم. لو قلنا مثلا عفوا يعني لو قلنا مثلا شوايقة، دناقلة، جعليين، محس، حلفاوين، ديل منين؟ اللي هم موجودين في السودان اصلا ودخلوا مع والقبائل العربية التي دخلت مع الفتوحات الإسلامية استقروا في السودان. فدولة 56 انت اللي بتحاربها على اساس انت عندك قضية. قضيتك شنو؟ انت قبل ما يجي الكيزان او قبل ما يستغل السودان، انت يا عربي اللي هو عرب دارفور ماسكين المزارع، ماسكين الرعاة، بنرعى في الإبل ونرعى في الأبغار وماسكين المزارع. ما كنا عارفين حاجة اسمها قضية. قضيتنا وين؟ القضية دي جات بعد ما تمكن جزء من عرب غرب افريقيا وعرب دارفور، جاء عندهم قضية. قضيتك شنو؟ 56 لانه كل الثروات وكل الاقتصاد راح لاهل الشمال والوسط. طيب يا حبيبي تعال انت للقاعدة العالة، للقاعدة العالة ذاته اللي هو الان انا مش عارفه حي. لو حي ربنا يلاقينا، لو ميت يقابل جزاه عند الله سبحانه وتعالى.
ما ماسك كان جبل عامر. جبل عامر ده كان بنتج كم؟ جبل عامر ده بنتج كم أطنان من الذهب؟ فين دي؟ مشت وين؟ ليش ما عمرت بيها المراعي والمزارع اللي كان أهلنا عايشين فيها؟ ليش ما عبدت الطرق من بورسودان إلى نيالة إلى الجنينة؟ الذهب ده مش وين قروشه؟ تيجي تقول لي الكيزان نهبوا قرش السودان. يا أخي تعال، أول أمس بيت البيشي، بيت هميتي، عبد الرحيم دقلو، أما شوفوا البيوت دي. الآن وين أهلنا إحنا من آل دقلو؟ موجودين كلهم في خارج السودان. ديجي يقول لك أنت محمشين، أنت محمش وين؟ الذهب اللي شلته ده وديته وين يا أخي؟ ليش ما عمرت به السودان؟ كذا مليار دولار لو بس أنت استثمرت 3 مليار دولار في تنمية دارفور وكردفان، أنت ما كان قومت الحرب دي 2023 أبريل. تيجي تقول لي الحرب دي حرب ما حرب كرامة، حرب كيزان. نعم الكيزان بيحاربوا في الحرب دي، الكيزان بيدافعوا عن أنفسهم. ليش ما يدافعوا عن أنفسهم؟ لأنه أنت لو أصلا حصلت على أي كوز بتدوسوا دوس. لو حصلت على أي واحد جلابي حتى لو هو ما كوز بتقول له أنت جلابي، بتدوسوا دوس. فأي حق أنت عايز تصل عليه، أي قضية أنت عايزها، أنا ما أعرف القضية دي شنو قضية، شنو أنا ما فاهمها. يا جماعة كده فهموني شنو إحنا مع القضية. يا النصر يا الشهادة، يا النصر يا الشهادة. شنو يا النصر الشهادة؟ لشنو يعني؟ النصر والشهادة دي لشنو؟ قضية، وريني قضيتك دي شنو؟ الآن أنتوا شباب كلكم مواليد 90 ومنكم مواليد 2000. أقل شاب أو جندي في الدعم السريع بنلقاه 18 سنة 13 سنة. أنت قضيتك شنو؟ مفروض أهلك ديل يربوك يعلموك على القضية، يوروك يا ولدي يا ود حشاي أمشي أقرأ، أبقى دكتور، أبقى مهندس، أبقى ضابط، أبقى طيار عشان تجي تحمينا وتحمي قضيتنا. أنت جايب لي طفل عمره 18 سنة 14 سنة من أجل القضية. فأين القضية؟ القضية هو ذات الولد ده، الشباب اللي ماتوا ديل هم من القضية التي غدي عليها. أنت بتحارب من أجلهم لكن قتلتهم. فيا جماعة حرب الكرامة دي ما حرب كيزان، ولا نسمع كلام اليوتيوبرات والله فاتية يقول لك دي حرب كيزان. حرب كرامة، رد الكرامة رد الشرف. سلام وعدالة.